بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وأسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا معاكم جد عصام، المكان بتاعي عزبة النخل القاهرة، تليفوني 0100 136 7277. التليفون ده يا جماعة أي حد بيتصل بيا أي وقت أنا برد عليه، وبرد على أي استفسار لكم أو أي مشورة أو أي نصيحة بخصوص الأرانب. كلامي موجه للمربي المبتدئ. أنا كنت عامل فيديو من يومين نزل واتكلمت فيه ان انا عندي حوالي 6 ارانب عشر، ومعشرهم في تاريخ واحد اللي هو يوم 22 و23/10. 6 نوتي عشرتهم في تاريخ واحد، وقلت لكم مجرد ما بيولدوا انا هوريكم هعمل ايه، وهوريكم الارانب ولدت العدد كام والكلام ده كله، لان من الاسباب الرئيسية لنجاحك في تربية الارانب هو العلف. انا باكل علف اسمه علف اي جي صيني. العلف يا جماعة مسؤول عن الخصوبة ومسؤول عن الرضاعة، ازاي الام بترضع وازاي الام بتولد عدد كويس معقول، كل دون بسبب نوع العلف اللي حضرتك بتأكله. نخش في الموضوع بتاعنا على طول. طب ما هنشوف، ورينا يا عم عصام ال6 ارانب اللي انت قلت عليهم دول ولدوا ولا ما ولدوش. طيب انا هوريكم دلوقتي حاجة يمكن شفتوها قبل كده او ما شفتهاش، ولكن انا عايز اثبت لك نظرية ان انت لما بتلقح الارانب مجموعة مع بعض في تاريخ واحد بتساعدك كتير وبتقدر تعمل تبني للارانب سواء كانت جايبة عدد كبير او عدد صغير. هوريك. قبل ما اوريك اي حاجة قول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب. ادي اول واحدة معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف جابت كام وانا هكوم لك الارانب على بعض. بص يا سيدي، ادي بسم الله الرحمن الرحيم، ادي 1، ادي 2، نشوف دي جابت كام. ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6، ادي 7. كده مفيش ارانب تاني؟ لا، في واحد تاني اهو. يبقى ادي 8 ارانب. هنكمل العدد على اللي انا هحطه هنا. ادي ال8 هم زي ما حضرتك شايف. نشوف الامورة دي كمان جابت كام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا هنا 8. بص بقى، يبقى كده 9، كده 10، 11، 12، 13، 14، 15،
15 16 16 17. في تاني؟ مفيش. كده معانا 17. الأم دي لسه بتولد دلوقتي، يعني هنا هتولد بكرة اهي قاعدة. احنا قلنا كده كام؟ 17. اوعى تنسى العدد معايا. 17. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده 18 19 20 واتنين 22 22 كده 24 24 يبقى كده 26 واتنين 28 أرنب. ركز معايا، 28 أرنب اهم. من كام أم؟ من 3. 28. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف دي 28. ادي 2 30 30 و2 34 36 38. من 4 أمهات 38 أرنب. 38. نشوف بقية العدد بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. 38 كده 40 42 44 46 47 أرنب. صل على النبي وقول بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك. ركز بقى في اللي أنا هقوله ده. حضرتك فايدة التلقيح كذا انتاية في ميعاد واحد أو في تاريخ واحد بتفيدني في حاجة، إن أنا الأرانب اللي والدة عدد كبير هساوي عدد الأرانب مع كل أم، وهختار الأحجام اللي متساوية مع بعض أحطها تحت الأمهات. لأن لو في أرانب مثلا أرنبة والدة 8 فيهم 2 صغيرين، في الغالب ال2 دول بتزلموا مع الأم. طب أنا هعمل إيه؟ دول إحنا قلنا عليهم كام أرنب؟ 47 أرنب، ودول تقريبا مش تقريبا، هم 5 أمهات. يبقى أنا يا جماعة هحط تحت كل أم 9. 5 في 9 ب45. هيتبقى أرنبين نحطهم تحت أي أم. طب أنا هعمل إيه المرة دي بقى؟ أنا هختار الألوان الغامقة مع بعض والفاتحة مع بعض، وهاخد الأحجام المتساوية مع الأرانب مع بعض. وسيبك بقى من اللي يقعد يقول لك أصل الأم دي هتموت الخلفة وهتشم وما تشمش. أنا بوريك عملي. قول بسم الله ما شاء الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد. صل على الحبيب قلبك يطيب، واتفرج على الحلاوة والحلويات. بسم الله ما شاء الله. نبدأ نحط لكل واحدة 8 وهنقيهم.
احجام متساوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 2، ادي 4. احنا قلنا نحط لكل 8. 4. يلا يا عم عصام نقي. ادي 6. ستة. دول صغيرين شوية. ادي 8. حطينا للأم دي 8. نقفل عليها. نشوف الأم دي عشان هي سودة، أنا هحط لها كل العيال سود ونشوف هيعملوا إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 2. ادي 4. ادي 6. ادي 8. ادي العيال السود اهم مع دي بالنقي، والامهات هتخش وهترضع ومفيش اي مشاكل. اللي يقول لك ما تلبسكش الارانب بايدك والبس جوانتي والحاجات دي كلها، انا رايي كل ده كلام مش مظبوط. نحط لدي برضو 8 ولا الام دي احط لها 9. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطهم بيض. ادي 2. ادي 4. ادي 6. ادي 8. ادي 9 اهم. نيجي على الام دي نحط لها 8 نخليهم صوت. ادي 2. ادي 4. ادي 6. ادي 8. ادي 9. دي حطينا لها 9، واللي واقفه زعلانه دي على عيالها نحط لها 9. بسم الله. ادي 2. ادي 4. ادي 6. ادي 8. ادي 9. معرفش كده انا غلطت؟ لا ما غلطش في العدد ولا حاجة. انا متبقي معايا كده ارنبين احطهم لاي ام تانية. نحط للسودا دي واحد ابيض في وسطهم اهم، السودا اهم. نحط لها واحد ابيض ونزود للام دي كمان واحد. انا حبيت اعمل كده قدام حضراتكم عشان عايز اثبت لك حاجة او اوريك حاجة. اول حاجة ان انت 10 في وقت مختلف مع بعض، يعني في وقت تاريخ واحد هتقدر تعمل تبني. الارانب بترضع اي حاجة، ما تخافش، اعمل زي جدو عصام. لو عجبك الفيديو يا ريت تشيره، يا ريت تعمل لايك،
يا ريت تقول لي تعليقك، واتمنى لكم كلكم كل خير وسعادة، وربنا يبارك لكم في رزقكم، والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.